مساء الفل على كل الناس الجميلة اللي بتسمعني. بقالي يومين كده في لازمة في وداني أغنية إيهاب توفيق بتاعت زمان، كانت في التسعينات تقريبا، بتاعت الأيام الحلوة بتعدي في ثواني، الأيام الحلوة بترجعش تاني. حبيت إن أنا أعمل لكم الفويس ده بقى عن الأيام. فحابب إن أنا أقول لكم إنك أنت اوعى تندم على أي يوم في حياتك، طالما اليوم جه وعدى اوعى تندم عليه، بحلوه بقرفه بوحشته بسواده ببياضه بأي حاجة. حابب أقول لكم إن الأيام الحلوة فعلا بتديك سعادة وأمل في بكرة، إنما الأيام الوحشة دي بتديك خبرة في الحياة. الأيام الوحشة بتعدي ببطء شديد. في بقى أيام تانية خالص، بتبقى أيام سيئة، أيام سودة، أيام لو في أسود من السواد شوية فبتكون هي دي الأيام طعمها وحش، كلها مرارة، كل دقيقة فيها مرارة. دي بقى بتديك الدروس والقوة اللي انت بقى يعني بتبقى بتبني عليها خبراتك اللي بعد كده. في بقى أيام تحفة اللي هي أفضل وأجمل أيام في حياتنا، دي بقى اللي بتدينا الذكريات الجميلة مع الأطراف التانيين اللي احنا عايشين معاهم. هي بقى دي الأيام اللي بتفضل فعلا. الأيام الجميلة هي أفضل أيام في حياتنا، عشان بنعيش ونموت على الذكريات بتاعتها. عشان كده أقدر أقول لكم إنك أنت اوعى في يوم من الأيام تيأس مهما طال الكرب، لو أنت عايش في أيام سيئة. عارفين، دايما كده بعد العسر يسر، ربنا هو اللي قايل كده في كتابه العزيز. عارفين مهما طال الكرب ومهما طال القرف هيجي الفرح. الفرح ده انا بشبهه بالظبط زي الجنين في بطن امه. آه، ليه وقت هيجي فيه، بس احنا نصبر شوية. لو جه الجنين قبل ميعاده هيجي متشوه او هيموت او ممكن يعيش لكن بدون طعم للحياة. لازم الجنين ده يجي في وقته، علشان فعلا بيستحق التعب والعناء اللي احنا استنينا بيها والصبر كان فيه عشان ننتظر حاجة جميلة جايلنا. دايما اوعى تفكر ان الكرب هيطول معاك، واعرف دايما ان السعادة والفرح جاية. ربنا يفرح قلوبكم ويفرح قلوب من تحبوهم واللي حواليكوا، ويملى حياتكم كلها سعادة، ويبقاش في حياتكم حياة لا سيئة ولا سودة، وتبقى حياتكم دايما جميلة وللأفضل للأفضل للأفضل. بحبكم، كان معاكم محمد حمدين منصورة. السلام عليكم.